السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم المفضل أبو سروال نيوز، البرنامج اللي بيجيكم كل يوم سبت الساعة ما بعرف قديش بتوقيت أبو سروال جرينتش. بداية إذا كنت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات لحتى يوصلك كل فيديو جديد. ويلا بينا على أبرز العناوين والتي يقدمها لنا الزميل إبراهيم الغلابة. شكرا للزميل أبو سروال. إذا مشاهدينا الكرام نرسل نشرتنا الإخبارية مباشرة من الكونكاكاف السعودي، حيث عشنا أسبوع حمدونية بامتياز، وذلك بعد أن تمكن الصاروخ مديحة من تسجيل سوبر هاتريك، وبهذا يكون قد رفع رصيد التهديفي ل 769 هدف وربع. وننتقل الآن إلى كازابلانكا. توج النادي التنكي بكأس العالم للأحذية بواحدة من مفاجآت هذا الموسم، وأتى التتويج بعد الانتصار على أرهقناهم بفيدالية مقابل الثلاثية. وفي سيدي قاسم حصل النادي الأهلي على الميدالية النحاسية، وأنهى بالمركز الرابع بعد أن خسر برباعيتين خلال أسبوع. أما في أوروبا شاهدنا مباراة قاع تستحق رمي التلفاز واللحاق به، حيث خسر باريس سان جيرمان أمام البايرن ميونخ بهدف متسق، وبذلك يستمر النادي الباريسي بسلسلة اللا فوز للمباراة الثالثة على التوالي. ونبقى في إطار دوري أطفال الآي. تمكن نادي ميلان الغريق من شوي الدجاج اللندني بهدف إبراهيم ديبيازا، وبهذا يكون الميلان قد حقق أول انتصار له أوروبيا منذ عهد الفراعنة. أما في إنجلترا شاهدنا حصة لغة نرويجية وحصة تدريبية للمان سيتي على نادي أرسنال فيلو إنجلترا الذي سقط أخيرا عن صدارة الدوري بعد أن كسر الغصن اللي قاعد عليه. على صعيد منافسات الدوري الأوروبي شاهدنا مباراة هاربة من دوري الأطفال ارتدى فيها اليونايتد الزي الأبيض لكي يوهم الحكم أنهم ريال تحكيم، وكالعادة تخاذل برشلونة أوروبيا وتعادل بهدفين لمثلهما. ونعود الآن إلى الزميل أبو سروال المحتال الذي سرق قلوبنا بشوال. شكرا للزميل إبراهيم، وفاصل قصير من ثم نواصل نشرة الأخبار. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى. بحب احكي لكم انه اليوتيوب عمل خاصية جديدة وتحديث جديد على زر الاشتراك، فاشترك في القناة وشوف شو هي الخاصية الجديدة. ونبلش اخبارنا باليابان، حيث قام المهاجم الياباني كازويو تيشيمايورا اكبر لاعب بالعالم برفض الاعتزال وينتقل الى دوري الدرجة الثانية البرتغالي. اكيد كلياتكم بتعرفوا هذا اللاعب صار عمره 55 سنة ولسه بيمارس كرة القدم. يا اخوي ارحمني يا عمي، الله يرضى عليك يا عمي الله يهدي بالك ويصلحك يا عمي، مالنا 55 سنة يا عمي، يعني اللي قدك مش بيغسلوا كلى، اللي قدك ماتوا. انت كنت تلعب بالدوري الياباني بنمشي لك اياها، يعني انتوا بالدوري الياباني بتشبهوا بعض كلياتكم. يعني انت في الدوري الياباني اذا دخلت على واحد دخل غلط وكسرته، اللاعب الثاني ما حيعرف انه انت عمه، يعني انت عمه ابو 55 سنه، فراح تكمل اللعبه. انما الدوري البرتغالي رايح عليه اذا كسرت لاعب شو بده يقول لك؟ راح يقوم ويبوس راسك يقول لك يا عمي هدي اللعب شوي، ما انت بقد ابوه مش حيعمل لك شيء، يعني مش حتتطاوشوا. او لنفترض صار العكس وهو اللي دخل عليك وكسرك، او ليش يدخل عليك ويكسرك؟ هو اذا راوغك انت على القبر. انا مش عارف، يعني انت بتعمل هذا الاشي عشان تدخل الشهرة من اوسع ابوابها؟ خلص انت اتشهرت، الله يرضى عليك يا عمي. الا اذا انت حابب تدخل في مقطع الفيديو اللي بينزل على اليوتيوب 10 لاعبين ماتوا في الملعب، انت حتكون واحد منهم. شو لسه بتسوي في كرة القدم؟ انت فكر حالك موهبة صاعدة؟ انت موهبة نازلة. بعدين يا دولة اليابان ارحمينا، مش بكفي بتمطمطوا في ون بيس وناروتو والمسلسلات الانمي، كمان بتمطمطوا في هاي الشغلة؟ خلص بكفي. انداري عنهم اليابان. بس تعرف شغلة، يعني هو بعمر ال 55 سنة بيلعب في الدوري البرتغالي، يعني دوري اوروبي، مش زي واحد بعرفه بعمر 32 سنة بيلعب في، والله بمزح، والله بمزح. هسا قول لي، شفت الخاصية الجديدة اللي عملوها على زر الاشتراك؟ إذا لسه ما شفتها اشترك وشوف، بيطلع لك شغلات أول مرة بتشوفها. توتو سبورت، لوكاكو على استعداد لخفض راتبه من أجل أن يبقى مع إنتر ميلان. أخوي أنت لازم تلعب بلاش، مش تخفض راتبك. لا كابتن وولكر الله يرضى عليك، مالك لا يصير عيط هسه، احنا ناقصنا؟ اذا صار عيط يا زلمه بتقلب مناحه.
اعلام اوكرانيا وتضامن وقنوات ولازم ودقيقه صمت. خلاص يعني هدوا اللعب شوي، احنا ناقصنا. بعدين يعني انا صار لي زمان ما شفته بعيط، شو اللي صار؟ شكل الامور هديت في روسيا واوكرانيا. الاتحاد الدولي لكرة القدم يخطط لحظر الرقص في ضربات الجزاء للحراس بعد حادثة مارتينيز الأخيرة في نهائي كأس العالم أمام فرنسا. حلوت فيفا دخلت الإسلام، منعوا الرقص وبكرة بيمنعوا المشروب وبعديها بيمنعوا. يا سلام، أهلا وسهلا بكم في عالم الإسلام. والله حي الله بالفيفا، من زمان منعوا الرقص. أنا مش فاهم شو مشكلتكم على الرقص؟ أنتوا بتقربوا لأتلتيكو مدريد؟ لا أكيد في صلة قرابة بينكم وبين أتلتيكو مدريد. يعني هسه صار الرقص مشكلة أساسية في الفيفا؟ مارتينيز صد كرة عادي قام يرقص، ايش مش فاهم. انا خايف بكره الفيفا والله تمنع المراوغات والقصقصه والحركات. اذا منعتوها شو بده يصير بفينسوس؟ حيموت، مش حيعرف يسجل جوال. هو اصلا بسجلش جوال. بسبب زيارته المتكررة لمكة بالفترة الأخيرة، نادي ليون يتهم اللاعب عوار بالتطرف الديني. فرنسا إذا بتخسر في كأس العالم بتدق في المسلمين، إذا بصير في عندها ارتفاع في أسعار البترول بتدق في المسلمين، إذا بصير في عندها زلزال بتدق في المسلمين، إيش ما يصير عندها بتدق في المسلمين. يا فيفا مش أنتوا صرتوا من فريقنا؟ الله يرضى عليكم، شوفوا لنا حل مع فرنسا. يعني كثير اوفر، مقرفين بشكل مش طبيعي. شاكيرا تنتقم من بيكي عبر وضع دمية ساحرة مرعبة على شرفة منزلها التي تطل على منزل زوجها السابق بيكي، وقامت بتشغيل أغنيتها الجديدة واسمها قد أقتل حبيبي السابق. طب كان قتلتيه وتحديدا قبل مباراة الانتر في دوري ابطال اوروبا، كان هسه الفريق بدور ال16، هسه بعد ما صار الفريق بالدوري الاوروبي قررت بدك تقتليه. بعدين روقي يا اختي مالك، شو المناعة هاي اللي دخلت لنا فيها؟ كل شيء بطلع لي اغنية انه حبيب السابق لقد انت كنت الغلطان ونحن وفيش غيرك ورانا. حسستني انك خسرت الرجل المثالي، ما هو فيش واحد في الكوكب غير طعمه بكي. وبعدين انت يعني خلص، ما انت قربت تموتي، انتهت صلاحيتك، قربتي على ال60. بي ان سبورتس تعنون: خطف النجم الويلزي الاضواء بعد تألقه في بطولة بابل بيتش للجولف، وحقق لاعب ريال مدريد السابق جائزة افضل لاعب في البطولة. طب تصدقوا وتأمنوا بالله، هاي اول مرة بقرأ خبر ايجابي لجاريث بيل. اول مرة من حد ما بلش يمارس كرة، لما انشهر، لما حط الجوال على انتر ميلان، اول مره بقرا خبر ايجابي. هسه بلش ينفجر وحيثبت لنا انه هو افضل لاعب جولف مر على التاريخ. شفتوا الخاصيه الجديده تاعت الاشتراك ولا لسه؟ ارحمونا يا جماعه، بدي اضل اذكر. شوف يعني كثير حلوه، يعني تحديث يا الله اليوتيوب ما احسنه. شو هالخاصيه هاي؟ سيرجيو راموس يفجرها حيث قال ليونيل ميسي افضل لاعب انجبته كرة القدم على الاطلاق. الله لا يوفقك يا راموس، الله لا يوفقك. ولك طب كان صبرت سنتين زمن، بعدين حكيت ضحك. هسه بعد صدمات متكررة ومتتالية ورا بعض لحمدون، هسه تروح تفاجئوا كمان انت يا راموس، تفاجئوا تطعنوا بالظهر. الله يكون بعونك يا حمدون. اقسم بالله انه انت مر عليك 5 اشهر من اسوأ، يعني مش عارف شو اقول لك، يعني حدعي لك. ادعوا يا جماعه، ادعوا لحمدون الله يكون بعونك. واصلا ميليتاو تاج راسك وهو بطل العاشرة. نادي برشلونة يعلن إصابة اللاعب بوسكيتس بالرباط الخارجي للكاحل الأيسر. أخيرا يعني نتمنى لك الشفاء البطيء عزيزي بوسكيتس، وترجع لنا مش سالم ولا غانم. تحياتنا لك. خبر عاجل: اتهام مانشستر سيتي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف بالدوري الإنجليزي. عطه سالب 15، عطه يستاهل. أنشيلوتي طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم بديل ومضمون لبنزيما البالغ من العمر 35 عام والذي يتعرض للعديد من الإصابات، وكان رد النادي كالتالي: جهز شنطتك عشان تغادر نهاية الموسم. وفعلا أعزائي المتابعين بلشت تطلع أخبار إنه أنشيلوتي هذا آخر موسم إله وراح يروح يدرب البرازيل. ريال مدريد يعلن إصابة اللاعب إيدن هازارد في ركبته يا زمان. الله أكبر، الله أكبر، أنت مصاب تروح تنصاب؟ لا ما كثير أوفر. هازارد حبيبي مكانك مو هون، روح اسمع، روح العب جولف، بلكي اكتشفت حالك. شوف جاريث بيل ما شاء الله صار هسه أسطورة، كان أسطورة المستشفيات هسه أسطورة الجولف.
روح بولينج، تنس، طائرة. لا طائرة انت برضو ما حتسلك، فبدك اشي انت يا اخي افتح قناة زي السحس. والله انت في الاكل اوف عليك كرش. نادي الارسنال يعلن تعاقده مع اللاعب جورجينيو قادما من نادي تشيلسي، ومن حد ما تعاقدوا معاه النادي ما شافش الخير، ما شافش الخير. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شو هالنحسة يا زلمه؟ انت نحس ايطاليا وكمان نحس هون، ارحم خالاتي. وانا مش فاهم عنك يا ارتيتا، يعني انت جايب واحد من المركز العاشر ولا التاسع بده يفيدك؟ يعني انت كونك مركز اول ما حيفيدك، هذا لاعب مخمج. دومونيكو توديسكو مدربا جديدا للمنتخب البلجيكي حتى نهاية يورو 2024. شو هذا اعلان تدريب؟ ليش حسوا اعلان فيلم له دخل في الكابوي وما كابوي هذول تاعون صح؟ هذا اعلان تدريب يا سيدي. طبعا هذا كان مدرب لايبزيج. نتمنى انه بلجيكا تشارك في بطولة وتاخذها، وما تكون الحصان الاسود اللي بيركبوا كل الناس. نتمنى انه يكون حصان اسود وياخذ بطولة. إيلون ماسك يقدم عرضا بقيمة 5.4 مليار لشراء نادي مانشستر يونايتد. الناس اللي بتملك مانشستر يونايتد، لما مانشستر يونايتد رجع وصار كويس صرتوا بتتبعوه طول السنين هاي وهو سيء وماكل 600 اكس وانتوا صابرين ومتحملين، وهسه لما صار كويس واحتمال ياخذ الدوري الانجليزي لانه كثير قريب يعني على المتصدر صرتوا تتبعوه. يعني من اداره مجنونه لإيلون ماسك المتخلف. ما هو الشياطين الحمر ناقصها، والله الشياطين الحمر لا تدخل الاسلام من وراكم. فلورنتينو بيريز يفكر بعودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد. يا زلمه وبعدين خلاص يا زلمه، عشاق انتوا بتحبوا بعض، بتتركوا سن زمن وبترجعوا تحبوا بعض، بتتركوا خلص مالنا. اعلن اللاعب جيكوب عن شذوذه الجنسي لعنة الله عليه، وقامت أندية أوروبا بدعمه على قراره، ومن ضمنهم ريال مدريد، حيث قامت صفحة النادي بالتعليق على الفيديو الذي نشره اللاعب بقلب حب أبيض وعلم الألوان. طبعا اللاعب ما حدا بيعرفه، وأكيد اشتغل على نفسه حتى يصير نجم وينشهر، ولكن ما زبطت معاه، فقرر انه يكون اول لاعب بيعلن شذوذه في كرة القدم. اكيد في كثير متخلفين مش معلنين شذوذهم، انما هذا قرر ينشهر ويعلن شذوذه، ولاقى ترحيبا من اندية اوروبا كلها، وليس اندية اوروبا يعني احنا بنعرف انه هم داعمين لهذا الاشي، اولهم بايرن ميونخ اللي اجى كتب له براود اوف يو، وطبعا برشلونة كمان انه نحن فخورين فيك. هيك قطعكم. بس الصدمة كانت وين؟ انه ريال مدريد علق على هذا البوست بقلب حب ابيض وعلم الالوان. ومن لما علق ريال مدريد هذا التعليق، الله لا يوريك المدريدي شو صار فيه، صار يخبط اخماس فزداس. لا انا الابيض اذا غير تلون شن تعمل؟ شن تصير؟ ليش هيك يا ريال مدريد خذلتونا؟ وبما انه يعني الحمدونيين نسبتهم الكبيره من ريال مدريد، فتلقوا صدمات، يعني ضايل صدمه واحده للمدريدي وحمدون مع بعض وحيودع البطولة. وطبعا بما انه الصدمات تكاثرت على حمدون، قرر حمدون يهرب من هذا الموضوع بطريقة لولبية، واللي هي يطلع يحكي انه اللي علق هو ادمن مش ريال مدريد. لا والله كيف حالك؟ ما هو الادمن مع ريال مدريد، وريال مدريد شاف اللايكات، جاب الكومنت بلاوي، يعني فوق ال 20,000 كومنت كلهم سلبيات، انه مالكوا شو بتسوي يا ريال مدريد، وجاب كم لايك. فاكيد هو فيش غير الادمن ها، ولا تهكرت الصفحة ها؟ كاسياس بويول شايفك. المهم حاول حمدون قد ما يقدر انه يهرب من هذا الموضوع، لحد ما طلع بالفكرة الجهنمية اللي اقنعتني واقنعت الجميع. والصراحة براود اوف يو حمدون على اختراعك لهذا الاشي الجميل ومقنع. انا ما بقول لك اني انا اقتنعت، انا مقتنع 100% في كلامك وانت نفذت، واللي هو انه القلب الابيض يقصد بها ريال مدريد انا الابيض اذا غيري تلون مع علم الالوان. اقنعني، اذا ما اقنعكم فالمشكله فيكم. ريال مدريد لن يدعم هذه الفئة من الناس المتخلفين، ولن يكون مثل الأندية الأخرى، وريال مدريد هو الزعيم والملكي وقائد في كرة القدم، واكيد القائد ما راح يخبص هيك تخبيص. يورجن كلوب يصرح حيث قال محمد صلاح راهنني على هزيمة ريال مدريد. تاني يا محمد يا صلاح،
انت ما بتتوبش ليه؟ مكتب المدعي العام الإسباني يحقق مع نائب الرئيس السابق للجنة الحكام، وتبين أن الرجل تلقى رشاوي من برشلونة لمدة 3 مواسم 2016 2017 2018. وطبعا المدريدي ما صدق يشوف الخبر ويبلش نشر: شفتوا انه مش احنا ريال تحكيم، هايو احنا لما نقول ريال تحكيم في دوري ابطال اوروبا شيء ثاني، ما له دخل في الدوري الاسباني. شايفين مين هو نادي التحكيم؟ هيو برشلونة طلع الفاسد هو اللي بيتعامل مع الحكام. اتتهموننا بالباطل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله معلم وتسوق معاه. طبعا الموضوع مولع لحد هسه، يعني ادخل تصفح على الانستغرام بتلاقي حمدون نازل بوست. طبعا للاسف حمدون مو فاهم، ما بعرف اذا هو فاهم، بس هو ايش بالذاكى بطريقة أخرى. حقك صراحة، حقك، أنا ما إلي دخل، بس يعني خلينا نكون شوي واقعيين. برشلونة دفع رشاوي ل3 مواسم، بال3 مواسم هذول ما أخذ ولا دوري إسباني، فأنت فكر فيه. فلنتفكر يا عزيزي يا حمدون، كيف أنا أدفع رشوة عشان أنا أحقق لقب وما أحقق لقب إلا إذا نائب الرئيس العام هذا ضحك عليهم يعني. بس لا، الفكرة إنه في ال3 مواسم هذول برشلونة انظلم، فكانت هي الفكرة إنه برشلونة دفع لرئيس النائب العام هذا ولا ما ادري مين رشاوي، هي تعتبر رشوه، هو لازم يعاقب، بس دفع له مبلغ اعاده النظر في لقطات مشبوهه صارت كلقطه ريال بيتيس مع برشلونه لما الكره دخلت في نص الجول وسواريز صار يقول انت ذاكر منظر سواريز هو بيقول دخلت بس الحكم ما حسبها. هو بدل ما لجنه التحكيم تفتح تحقيق وهم نايمين، لا خذ هاي مصاري وحقق لي كويس، حقق لي وركز لي على الموضوع، بدل ما تحقق مره حقق لي 3 مرات. هاي في لقطه واحده، انا بحكي عن مجموعه لقطات، ما بعرف شو هي اللقطات الثانيه. فهاي هي كل القصه، وانه برشلونه دفع رشاوي للجنه الحكام. يعني بلقطه بيتيس برشلونه خسر اللقب لريال مدريد بفرق نقطه واحده او نقطتين، والله ناسي. عشان هيك يا صديقي يا حمدون، تباس طلع باعلان رسمي وحكى لن نعاقب برشلونه، وحتى لو كان برشلونه دافع رشاوي عشان الحكام ويعني الموضوع ثبت رسمي، تبقى لن يعاقبهم. يعني بدك اياه يهبط برشلونه مثلا او يحرم برشلونه من ما يعني ما هو برشلونه ريال مدريد راس المال في اسبانيا، فاكيد ما راح يعمل هاي الخطوه. ولهون اعزائي المتابعين بتكون انتهت حلقتنا، بس قبل لا ننهيها خلينا نشوف مع بعض فيديو الاسبوع. بس الملعب تعال يا حبيبي تعال. وين رايح؟ يروح الصوب الثاني، يروح وين رايح؟ يركض الملعب كله. يا سلام عليك، يا سلام يا بطل، يا سلام. للحين بالملعب ما حد ياخذه؟ الله طلع للحين. اي والله للحين، والله قال الحين. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه حيوه يستاهل يستاهل. يقول له طلع تليفون. يلا اطلع. دش الملعب والله، مباراة العربي والنصر دش الملعب. الو، شو اللي صار هذا؟ تحياتنا للكالتشو الكويتي، بس مش هيك يعني. وانا بقول ليش مساعد الفوزاني اعتزل بعمر 19 عشان هيك يعني اللاعب شوف، انا فكرته لاعب من كثر ما هو يعني اوفر اللي صار. يعني المشجع دخل رقص وخمس وما خلاش اشي في الملعب، شوي ثانية كان حيعمل تمرين الإحماء، تمرين إطالة عضلة الفخذة. ولك لو أعطيته الكرة كان فتح تلفونه وصور مقطع على اليوتيوب تحدي ضرب العارضة 5 مرات ورا بعض. لا يعني خلص وطلع من ممر اللاعبين. ما أنا فكرته لاعب، يعني حرفيا لاعب ماكل أحمر وطلع من المباراة. وين الأمن؟ ما شاء الله الأمن والأمان كثير عالي في الملاعب الكويتية. الأمن ما حب يتدخل، لأنه دائما الأمن لما يتدخل في هيك لقطات المشجع بقعد يراوغ فيهم وبيطلعوا في منظر الصراحة مضحك، بصيروا يوقعوا على الأرض ويتزحلقوا وهيك حركات. عشان هيك ما كنتوا حابين تدخلوا في المقطع اللي حينزل 10 لقطات مضحكة في الدوري الكويتي، ما حبيتوا تدخلوا هذا الفيديو. عشان هيك. بس المشكلة إنه الشاب مبين عليه مليان ما شاء الله، الله يعطيه الصحة وناصح يعني، فأنت كنت حتمسكه بسهولة. يعني أنت لو دخلت تقزدر تمسكه يعني. تحياتنا لكم أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونوا شفتوا الخاصية الجديدة تاعت الاشتراك. أنا كنت بمزح معاكم، ما في خاصية، بس إنه اشتركوا. يعني أنتم بتشاهدوا المقاطع وما بتشتركوا، عيب والله، عيب والله العظيم إنها عيب. لا تخيل إنك بتشاهد وما بتشترك وبتحطش لايك،
حط لايك، اكبس. ترى لما تكبس على اللايك برضه في خاصيه جديده. لا، والمصيبه الاكبر انه ما تشير الحلقه. خلص انا حاعتذر اليوتيوب لانه انتم بطلتوا تشيروا الحلقات. شير يا صديقي. بس لهون بتكون انتهت الحلقه. اعزائي المتابعين، لايك شير سبسكرايب، ادعمونا ندعمكم، اعزرونا نعزركم. روابط حساباتي بتلاقوها من تحت في الديسكربشن. بنحبكم هوايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.